السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة الفراخ المحشية في الفرن. هنتبلها بالكاري، هنعملها بطريقة جميلة جدا وسهلة وبسيطة. اتمنى الفيديو يعجبكم. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا عملناها ازاي. عندي هنا الفرختين، طبعا انا غسلهم كويس جدا ونقعهم في محلول ومنشفاهم حلو قوي ومصفيهم من ميتهم. اول حاجه هعملها هرش عليهم رشه خفيفه كده من الملح والفلفل، وهحط عليهم خلطه ال11 بهار من كنور، دي خلطه جميله جدا. هبتدي اتبل الفراخ بتاعتي كويس جدا. طبعا انا خاليه ما بين اللحم والجلد، هندخل بها فيها برضو التوابل كده. وهركن بقى الفراخ على جنب وهنبتدي نعمل الحشوه بتاعه الفراخ. يلا بينا على البوتاجاز. عندي هنا طاسه على النار، حاطه فيها سمنه وحاطه فيها زيت. هنزل ببصله متقطعه كده مكعبات صغيره. انا مش هحمر البصله، انا عايزاها تدبل بس. وعندي بعد كده هحط معلقه كبيره من الثوم، هنزل بعد كده بورق لورا وحبهان. هنزل بعد كده بالرز بتاعي مغسول كويس جدا ومتصفي. علشان الرز يطلع معاكي مفلفل في الفراخ لازم نحمره شويه في السمنه والزيت، ياخد تحميره حلوه كده الاول، وبعد كده نبتدي بقى نحط له التوابل بتاعته. بعد ما حمرنا الرز شويه في السمنه هنزل بمرق الدجاج فوريه، وهنزل بخلطه ال11 بهار، وعندي بعد كده عندي ملح وفلفل ونص معلقه من القرفه ومعلقه كبيره من الكاري. هنقلب بقى البهارات بتاعتنا مع الرز. بعد ما قلبت كل التوابل بتاعتي مع الرز هنزل بقى بالميه بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزه الميه يا دوب تغطي بس الرز، عشان انا هسويه 3/4 سوا، مش هسويه للاخر. هغطي بقى كده عليه وارجع لكم تاني. عندي كده الرز يا حبايبي بقى 3/4 سوا زي ما انتم شايفين كده. انا هاخد بقى منه شويه لحشوه الفراخ، والباقي ههدي عليه النار خالص وهغطي عليه. بعد الرز بتاعي ما برد انا هنزل عليهم بقى بالكبد والقوانص بتاعت الفراخ، انا كنت مشوحاهم. هنقلبهم كده برده في الخلطه بتاعتنا اللي هنحشي بها الفراخ، وهنبتدي بقى نجيب الفراخ بتاعتنا ونحشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما نحاولش نحشيها كتير رز عشان ايه ما نكبسهاش، عشان ما تفرقعش مننا. احنا هنحط هنا رز كميه على قد الفرخه ما تاخد. وطبعا انا خاليه برضو الرقبه برضو هحشيها، لازم نسيب مسافه عشان الرز يستوي. ممكن نحط في الجنب كده شويه برضو بس مش كتير. طبعا يا جماعه الفراخ المحشيه لها كذا طريقه، كل وصفه ليها اكتر من طريقه. انا بعملها لكم باسهل طريقه للناس المبتدئين اللي لسه بيتعلموا الطبخ، والطريقه دي جميله جدا برضو.
نجيب الرقبة من هنا، هنبتدي برضو نحشيها. انا كده خلاص حشيت الفرختين. هنبتدي بقى نقفل الفراخ من غير ما تخيطي ولا اي حاجة، باي خلة سنان عندك او عود شيش طاووق، ونحاول نقفلها. والرجلين طبعا انا هربطهم كده بدبارة بتاعه الاكل برضو اللي بستخدمها للطبيخ، هربطها كده عشان تفضل معانا مقفولة، مفيش حاجة ان شاء الله هتطلع منها. انا كده قفلتها كويس، هقفل بقى التانية كمان. كده حبايبي شايفين زي ما انتم شايفين كده، هي اتقفلت معايا حلو جدا. وهربط طبعا بقى رجلين الفرخه، وهبتدي اقفل برضو الرقبه. هي كده كده مش هيطلع منها حاجه ان شاء الله. عندي هنا الصينيه فيها الكيس الحراري، هبتدي بقى احط فيها الفرخه. انا هحط كل فرخه في صينيه في كيسه لوحديها، وهربط الكيسه كده. طبعا الفرن عندي شغال، وهبتدي اخرم الكيسه كده. بعد ما خرمت الكيسه طبعا عشان اللي ما تفرقعش مني، انا كده خلاص هدخل الفرخه الفرن. هتاخد حوالي من ساعه لساعه ونص على حسب وحجم الفرخه، وهنطلعها بقى نوريكم شكلها عامل ازاي. شايفين حبايبي الرز بتاعنا ما شاء الله مفلفل ازاي، ما شاء الله جميل جدا. هنبتدي بقى نغرف طبقنا. دي حبايبي شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما طلعناها من الفرن. هي طبعا اما بتبقى في الكيس الحراري بتاخد اللون ده كده منها فيها كده لوحدها من غير تحمير ولا اي حاجه. هننزل بس شويه الدهون اللي نزلوا منها كده نلمع وش الفراخ. ممكن نحط شويه مكسرات، عندي هنا شويه لوز وشويه زبيب. وبكده حبايبي بنكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. يا ريت اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس علشان يوصل لي منه كل جديد. اترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.